طبعا انا هنا وصلت لاخر القمر من تجريب مظبوط. طبعا زي ما انا قلت لكم في البدايه، خدوا السلسله بمقاس اكبر شويه، لان الشغل هتلاقوا الشغل بيلم وانتوا طالعين. طبعا لو تلاحظوا من هنا هتلاقوا ان الشغل من هنا يعني بدأ يلم لما بقيت اطلع بيه اهو. هبدأ ان انا اخد غرزة السلسلة واشتغلها حشو، واشتغل الجزء ده حشو معاه. هناخد سلسلة بعدد الجزئية دي. 4 5 6 7 8 9 10. طبعا كل واحدة على حسب الكاميرا بتاعتها. خدي غرز السلسلة على عدد الكاميرا بتاعتك، يعني مش لازم يكون عدد الغرز السلسلة اللي انا واخداها، يعني لان كل مقاس كاميرا بيفرق عن التاني. فانت شوفي مقاس كاميرتك المربع بتاعها قد ايه، واشتغلي عدد غرز السلسلة على مقاس الكاميرا. طبعا هنا اشتغلنا عدد غرز سلاسل اهو. ناخد المقاس بس مظبوط. طبعا احنا خدناها كبيرة سيكة، نبدأ نشيل جزء من الغرز عشان يدينا المقاس المظبوط. طبعا جزء الفراغات ده احنا هناخده حشو، فما تقلقوش يعني. طبعا احنا هنزود في غرز السلسله شويه، يعني هو مديني المقاس هنا، هنزود احنا من عندنا سلسلتين او 3 كمان، بحيث ان ايه لو ايه الشغل لم معانا ما تبقاش السلسله باينه صغيره، او الشغل يجي منك على الكاميرا. انا مزوده هنا لو زي ما انتم شايفين كده، مزوده 3 غرز سلاسل، لان انا لما هشتغل حشو داخلي هيبدا السلاسل دي تلم معايا. هنيجي عند اول غرزة حشو ونشتغلها غرزة حشو. ناخد غرزة حشو بالشكل ده، وهناخد في كل غرزة سلسلة من دول غرزة حشو، كل غرزة سلسلة غرزة حشو. بالشكل ده كده في كل غرزة سلسلة غرزة حشو. طبعا احنا هنخلص السلسلة كلها غرز حشو. انا هنا اهو قربت اخلص السلسلة كلها اهو بالشكل ده، قربنا نخلص السلسلة كلها عند اخر غرزة سلسلة بالشكل ده. هنبدأ ناخد الصفوف دي كلها، كل صف هنشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده، كل صف ناخد فيه غرزة حشو. هنلف الجزء بتاع الكاميرا ده كله، هنلف كله غرز حشو. هنا انا وصلت لاخر غرزة اهو. هناخد غرزة منزلقة بالشكل ده ونشوف المقاس معانا تمام. هو المقاس معانا كده تمام مظبوط على قد دايرة الكاميرا بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نشتغل الجناب بتاعة الفون، نشتغل الجناب بتاع الفون. هنقص طبعا الخيط بتاعنا ده، طبعا الخيط ده كله بيتدرى طبعا في الاخر. هنبدأ اننا من اول غرزة حشو من هنا ندخل الخيط بالشكل ده
عشان نبدأ نشتغل جلاب الفون. غرزة سلسلة، تبدأي تاخدي في كل غرزة حشو وغرزة حشو. طبعا الخيط اللي معاك اللي زي كده بتداريه في الشغل وانت شغالة بالشكل ده. طبعا وانت شغالة الجناب بتاعة الفون تاخدي بالك لو الجوانب بتاعة الفون فيها فتحات، عشان الفتحات دي بناخد لها غرز سلسلة ونشغلها لوحدها زي الكاميرا كده، ما خدنا لها سلسلة وشغلناها. برضو الفتحات دي بناخد بالنا منها. هنشتغل في كل غرزة حشو وغرزة حشو الغرز لحد اخر الصف من فوق. طبعا اخر الصف قبل ما تبدأي تاخدي المربع بتاخدي عند كل زاوية من هنا بتاخدي 3 غرزة حشو. يعني هنا كده خدنا 2 كده 3 غرزة حشو، وتبدأي ان انت تكملي الصف عادي تاني، تكملي الصف كله عادي، تكملي الصف